أفضل أوراقه في كأس إفريقيا 2025؟ في التفاصيل. منذ انطلاق منافسات كأس إفريقيا 2025 على أرض المغرب، يطرح سؤال يفرض نفسه بقوة: لماذا يستمر وليد الركراكي في تجاهل لاعبين مثل شمس الدين الطالبي وإلياس أخماش رغم ما يمتلكانه من مؤهلات فنية وقدرات تهديفية قد تحدث فرقا كبيرا في أداء المنتخب؟ الجماهير المغربية التي عاشت لحظات فرح وقرح تألق أسود الأطلس في المباراتين السابقتين تجد نفسها متسائلة عن جدوى هذه القرارات التي تبدو أحيانا غير منطقية. الطالبي، الاختيار الوطني المثابر. شمس الدين الطالبي لم يكتفي بإظهار موهبته في الدوري الإنجليزي مع ساندرلاند، بل اختار اللعب لمنتخب المغرب على حساب فرصة تمثيل بلجيكا، مما يعكس ولاء واضحا وحرصا على خدمة الوطن. على أرض الملعب